ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل الكنافة بالكريم او الكنافة بالقشطة. طريقة سهلة وسريعة ومن غير مكونات كتير، فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هبدأ بيها هي الكريمة او القشطة. عندي هنا 1.5 كوباية من الحليب، من اللبن يعني. تمام، اللبن الحليب. معلقتين كبار من النشا. احنا كل ده على البارد، انا ما شغلتش البوتاجاز. هقلب اللبن مع النشا كويس قوي، وبعدين اشغل البوتاجاز بقى عليهم علشان الخليط يبتدي يتقل. تمام. هنضيف السكر حسب ما انتوا عايزين. انا ضفت على الكمية دي 3 معالق من المعالق الصغيرة دي، كانت مسكرة وكانت كويسة. متنسوش ان احنا لسه الكنافة يتحط لها شربات، فعشان ما تبقاش بتجزع يعني، فاهمين؟ سكر اوفر يعني. هفضل اقلب لحد ما نوصل للقوام ده. انا حبيت ازود قشطة وش اللبن عشان تديها كده دسامة وطعم احلى، ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه. تقدروا ان انتوا تستغنوا عن الكريم شانتيه، بس ضيفوا القشطة بتاعت وش اللبن او علب القشطة. ضيفوا علبة، هتدي بصوا هتديها طعم حلو قوي. هحط كيس عليها عشان ما تعملش القشرة دي، واسيبها بقى خالص واشتغل في الكنافة. هجيب الكنافة اكسرها وافتفتها، عايزين تفتفتوها في الكبة تمام، بايديكوا تمام. وهجيب سمنة سيحتها، وابتدي احط على السمنة على الكنافة بالشكل ده، واقلبها كويس قوي مع بعضها كده. يعني ايه، ادمج السمنة في الكنافة كده. ابتدي ان انا اسكنها في الصينية كويس قوي. دوسوا عليها حلو جدا علشان تاخد شكل حلو، وكمان علشان تبقى متساوية كلها قد بعضها، لان احنا هنقلبها. ماشي، فهي ايه، الشكل اللي تحت هو ده الشكل اللي هناخده من فوق. فاهمين الفكرة؟ بصوا، ما عملتش قشره ولا حاجه عشان حطينا كيس. كانت هنا القشطه او الكريمه بردت تماما. هبتدي ان انا احطها جوه الكنافه بالشكل ده كده. تقدروا كمان تزودوا بقى مكسرات يعني، بس انا حبيت ان انا اعملها من غير اي حاجه تانية خالص، كفايه كده. لو عايزين مكسرات فدي تبقى كنافه تانية لوحدها، نبقى نعمل لها مكسرات يعني، فاهميني؟ دي حاجه ودي حاجه. بس يا جماعه كانت حلوه بشكل مش طبيعي، كانت حلوه قوي قوي قوي، كانت مظبوطه يعني. هي بس اكتر يعني الحاجة اللي ضايقتني ان هي كانت محتاجة تاخد لون اكتر من كده في الفرن، بس يعني فانتوا زودوا عليها لحد لما تاخدوا اللون احسن من اللي انا خدته كمان. هاخد بقى الطبقة التانية من الكنافة بعد ما حطيت لها السمنة وقلبتها برضو نفس الكلام. ابتديت ان انا اوزعها فوق طبقة الكريمة بالشكل ده. بالراحة بقى، مش هضغط عشان الكريمة ما تطلعش كده في الاطراف. وزي ما انتم شايفين بشيل الحتت دي مش عايزاها، بطبطب كده عليها عشان ايه، اظبطها قد بعضها بالشكل ده كده. تمام، بالراحة، ما تدوسوش قوي علشان الكريمة ما تطلعش من حتت، فاهميني؟ بالشكل ده كده. بس كده احنا عملنا الكنافة بالكريمة بطريقة سهلة وسريعة خالص. لو عايزين تعملوها اطباق برضو براحتكم، طواجن يعني براحتكم. بصوا ده اللي انا بقى قصدي عليه، كانت محتاجة ان هي تاخد لون اكتر من كده. هنا بقى حطيت الشربات احنا عملناه كتير قبل كده مع بعض. انا حطيت 1 كوباية من السكر، وعليها 1 كوباية الا ربع من المية، وسبتهم يغلوا مع بعض، وبعدين حطيت لها رشة عصرة ليمونة بسيطة. هنا كنت قلبتها وخلاص. سيبوها تبرد وبعدين قطعوها. ليه؟ عشان الكنافة ايه، عشان الكريمة تكون هديت شوية، ما تبقاش سائلة منكم، فاهمين قصدي؟ ابتدي بقى اقطعها واقدمها بالشكل الجميل ده. جربوها تعجبكم جدا جدا جدا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. وصوما مقبولا ان شاء الله، وافطارا شهيا. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.